وسيله منع حمل تمضي على تقرير ان هم مش مسؤولين، او ان يعني في قانون او اجراء قانوني هيتخذوه ضدها لو هي انجبت، ده حقهم. لان النهارده الدوله هي اللي بتشيل الطينه على دماغها لما تلاقي المدارس اكتسحت باطفال عدد رهيب، في كميه اطفال غير متعلمه كتيره جدا، اطفال غير اسوياء، اطفال من اسباب الطلاق والانفصال الام والاب. كل ده بيعمل مشاكل للاحصائيات اللي في الدوله، فهم لقوا الحل ان احنا نقلل السكان، لان نسبه الخلفه عندنا اوفر. احنا على مستوى العالم كله احنا اكبر نسبة شعب عنده اطفال او عنده نسبة شباب صغيرين في السن. احنا الدول اللي بره ما عندهمش الرقم ده. لما بيخلفوا عارفين قيمة الطفل، احنا بنخلي بالك ببركته برزقه. انا اسفة في الكلمة اللي هقولها النهاردة، لما الاقي البواب بتاع العمارة خلف 5 اطفال بجد، والاقي منهم طفل ماشي سوري يعني من غير بنطلون، والتاني بيعمل بيبي على جنب، والتالت ماشي بيكسر في مرايات الشارع بتاعت العربيات، والأم قاعدة جوه بتنشر الغسيل وبتطبخ، وأبوه والراجل البواب رايح جاي ياخد اليومية من ده وياخد الشهرية من ده، والعيال مرمية في الشارع، واللي يمسح العربية واللي قاعد جوه بيضرب في أخته. تربية على الجهل والأمية وعدم الاتيكيت ونشر أطفال في المجتمع بغير حق. يعني ده حرام. الناس دي ما عندهمش توعية كافية. فلما اتعمل القانون ده في مستشفيات، ده عشان حفاظا على أرواح الأطفال اللي بتيجي، دي حاجة حلوة على فكرة. فهل أنت مع أم ضد الفكرة دي؟ إنه فعلا بعد الزواج أتمنى من أي 2 متجوزين يأجلوا الخلفة سنين شوية قدام، يعرفوا طباع بعض، لعل وعسى يحصل انفصال لا قدر الله، وما يندموش ان هم اتطلقوا معاهم اطفال، او حصيلة ان طفل حرام يتبهدل او كذا طفل يتبهدل. فهل انت مع ام ضد الفكرة دي؟ انا شايفة ان انا الفكرة دي صح. بدعو كل اب وكل ام لما تحبوا تخلفوا هو طفل واحد كفاية، او طفلين بالكتير قوي، واكتر من كده يبقى اخلال بالمسؤولية من الاطفال. لما تجيب طفل واحد او 2 بالكتير قوي، وقادر انك تاكلهم احسن اكل وتشربهم احسن حاجة وتدخلهم احسن مدارس وافضل تعليم، ابرك مليون مرة ما تخلف يعني 3 4 ويكتموا على نفسك في الدنيا، وما تبقاش قادر تجيب لهم قوت اليوم او